السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا سارة ودي قناتي حياة امهات. يا ريت لو انتي اول مرة بتشوفيني تنزلي تدوسي على اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا هقدمه. ولو ليكي اي طلب هتكتبيلي في الكومنتات وانا هرد عليكي وهعملهولك عملي بإذن الله. يلا نبدأ مع بعض. عايزين بس نبدأ الأول الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، انا طبعا انتوا عارفين ان انا حامل. فانا بصراحة فانا بصراحة كنت يعني صاحية النهاردة مكسلة جدا جدا جدا، فقعدت افكر كده ايه الغدا اللي انا ممكن اعمله سريع. فما لقيتش غير الشاورما. شاورما مصري مصري، مش سوري يعني. هنعمل ان شاء الله مع بعض احلى شاورما. بصي، الاول هتجيبي بانيه. ده نص كيلو بانيه انا مقطعاه رفيع، طبعا مغسول ومنقوع زي ما اتفقنا قبل كده، في حبة جنزبيل وحبة دقيق او زنجبيل زي ما انتم ما بتقولوا، ومعلقة دقيق وحبة ملح، يعني عشان يصفي اي لو في اي حاجة مش لطيفة يصفيها. وبعد كده دول بصلتين انا برضو مقطعاهم يعني جوانح كده وجوانح رفيعة. طبعا رش عليهم معلقة ملح وفلفل اسمر عشان ايه ما يعملوش اي ريحة مش لطيفة. وبرضو 4 5 طماطمات مقطعهم نفس التقطيعة، وبرضو فلفل اخضر، ولو عندك برضو فلفل الوان هيبقى حلو قوي. ودول كوبايتين زبادي. انت عايزه تكتري مفيش مشكله، بس انا عن نفسي مش بحب اكتر الزبادي عشان ما يديهاش بياض. انا بحب الشاورما تبقى حمرا. ودي البهارات بتاعتي: معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره بهارات فراخ، معلقه ملح مش كبيره قوي عشان انا حاطه على البصل ملح، ومعلقه فلفل اسمر. تمام، يلا بسم الله بقى نبدأ مع بعض. بصوا، دي الشاورما طبعا بعد ما اتغسلت واتصفت، يعني بصوا اتمرشت، ولازم تصفيها عشان ما يبقاش فيها اي ميه. تمام، بجيب الزبادي وبحط عليها الزبادي، وبعد كده بنزل عليها البهارات واحده واحده. بصوا، انا بحاول اخد كل اللي في الطبق عشان طبعا دي نعمة وما ينفعش اسيب حاجة في الطبق نرميها. مش بخل خالص على فكرة بس هو يعني بحس ان هي نعمة ما ينفعش تترمي ايا كان ولو فتفوتة. يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولك اللقم بتمنع النقم. يعني اللقم البسيطة دي، يعني زي ما انا كده فاهمة، اللقم البسيطة الصغننة دي بتمنع النقمة. تمام. وبس، وبقلب الشاورما كويس قوي قوي في بعضها لحد بصوا ما بتبقى بالمنظر ده. يعني اصلا منظرها من قبل ما تستوي وريحتها تحفة، ريحتها حلوة قوي، ريحة بقى يعني الزبادي مع البهارات عاملة شغل عالي قوي. تمام، بعد كده بجيب طاسة على النار او حلة او اي حاجة زي ما انت عايزة، وبسيبها طبعا تنشف لو مبلولة. ما تنزليش الحاجة بتاعتك على اي مية عشان ما تعمليكيش ريحة مش حلوة. ساعات المية بتعمل ريحة زفارة. تمام، بحط فيها معلقتين زيت او سمنه، سوري، او زبده على حسب ما انت عايزه. بس انا بصراحه بفضل الزيت، يعني بحب الحاجه تبقى خفيفه، وانا بحب زيت الذره جدا ايا كان بقى، عافيه كريستالي، بس انا بصراحه بستخدم عافيه كتير. بس المحطوط دوت المره دي انا كنت جايبه كريستال. تمام، وببدا بقى ايه، بحط نص البصل بس، او مش نصه، يعني 3/4. بتسيبي حبه بصل، ما بتحطيش كله، بسيب حبه بحطهم في الاخر، وهقول لكم بحطهم في الاخر ليه. اهو بصوا، سبت يعني حوالي ايه 3 4 معالق بصل يعني. وببدأ بقى اشوح البصل واحدة واحدة. تمام، على فكرة بصوا البصل اصلا من الحاجات المفيدة جدا، يعني لو انت عايزة تكتري فيه براحتك يعني، بس انا يعني بحس ان النص كيلو حلو عليه قوي الكمية دي. انت عايزة تكتري تمام، هو مفيد جدا جدا للاطفال والكبار، والبصل يعني مضاد حيوي، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. بفضل بقى اشوح في البصل تشويحة كويسة جدا جدا لحد ما ايه عارفين، يعني ياخد لون كده، مش يحمر ومش يبقى نفس لونه، لا يعني اللي هو ايه، يبقى لونه حلو، يعني واخد تحميرة بسيطة كده، يغير لونه ويبقى محمر شوية. بعد كده ببدأ بقى الشاورما اللي انا عملتها، اللي انا نقعتها في قلب البهارات والزبادي، بنزل عليه بيها. على فكرة انا لما بنقع الشاورما مش بنقعها كتير لو انا مش فاضيه، لكن لو انتي فاضيه وعايزه كل ما تنقعيها كل ما هتبقى احلى. انا لو انا فاضيه مثلا وعملتها من الصبح، بسيبها في قلب التلاجة وتمام، بتاخد راحتها، والفراخ كده بتتبل من طعم البهارات، بتبقى حلوه جدا. مش فاضيه زي ما انا صحيت كده تعبانه ومش قادره ومش عارفه اعمل اكل ايه، فطلعتها على السريع،
فتمام. فلا بعملها على طول يعني، برضو بتبقى لذيذة جدا. بس يعني هو كل ما انت تسيبيها كل ما هتبقى احلى. ببدأ بقى اقلب فيها كويس جدا. تحاولي ان انت تدخلي البصل اللي هو اللي انت شوحتيه في قلب الفراخ كويس، وبعد كده بتسويها، وبعدين بغطيها وبسيبها تاخد كده وتدي بقى مع نفسها، يعني حوالي مثلا من 5 ل7 دقايق على النار. بتتكتك كده، واول ما الاقيها بقى بتغلي اهي، بصوا اول ما الاقيها بقى بتغلي كده، بدأت كده تغلي والفراخ بدأت بقى تخش في السوا وبتغير لونها، ببدأ بقى اضيف عليها كل الخضار اللي انا عاملاه. يعني بحط عليها بقى، بصوا ادي الفلفل برضو بحط عليها نص الفلفل، احنا طبعا حطينا نص البصل، بحاول احط عليها نص كمية الفلفل. على فكرة فلفل الوان برضو بيديها طعم حلو قوي، بس انا للأسف ما كانش عندي. ونص الطماطم. نص الطماطم ليه والفلفل في الاول؟ علشان بيدوها اولا نكهة حلوة قوي وطعم حلو. ثانيا بصوا انا بحاول اسيب حبة من الخضار، علشان الخضار اللي بينزل مع الشاورما بيتهرى جامد، فبتحسي ان هو في الاخر مش باين. يعني بعد ما تستوي ان شاء الله هوريها لكم، بتحسي ان الخضار، كل الخضار اللي انت حطيتيه بصل طماطم ايا كان اللي انت حطيتيه، تحسي ان هو خلاص ما بقاش باين. فانا بحب اسيب حبة في الاخر، بضيفهم بقى في الاخر بيبقوا باينين ومدين ليها شكل ويعني منظرها ما شاء الله بيبقى بيشهي يعني. والطماطم فايدتها برضو انها بتتحط في الاول مع الشاورما، بتديها حمار جميل جدا. وبسيبهم بقى يعني ياخدوا يدوا مع نفسهم كده لحد ما الخضار بلاقيه اتهرى قدامي، والفراخ ما شاء الله شكلها تحفة. بصوا هي كده بقى استوت، بصوا المنظر، انت الخضار اللي انت حطاه غالبا مش باين خالص، حاجات بسيطة جدا. فببدأ بقى ان انا احط، بصوا الخضار ده كل حاجة اللي انا كنت سايباها حطيتهم كلهم في طبق واحد، الطماطم والفلفل والبصل. دي بنوتي كانت عايزة تاخد واحدة فلفل، هي بتحب الفلفل كانت عايزة تاخدها، وبعدين انا قلت لها النار، فراحت شايله ايديها على طول. وبقلب بقى الخضار ده كويس في بعضه، وبعد كده خلاص يعني ما بسيبهاش، ما فيش دقيقتين 2 وبتبقى تمام، بتبقى جاهزه وشكلها حلو قوي. بصوا ما شاء الله هي كده استوت، بصوا منظرها في الاخر تحفه. عايزه تعملي جنبها بطاطس محمره تعملي، عايزه تعملي جنبها مكرونه، عايزه تعملي جنبها يعني اي حاجه. انا عن نفسي عشان انا مش فاضيه بصراحه النهارده وتعبانه، فقلت لا انا ان شاء الله اعملها لهم في سندوتشات وجنبها بطاطس شيبسي وتمام بقى على كده وشويه سلطه وخلاص، احنا كده اتغدينا النهارده. يا رب الشاورما تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك وتشتركوا في القناه ان شاء الله، عشان نقدم مع بعض كل الحاجات اللي نفسكوا فيها، وتساعدوني وتدعموني ان انا اقدم احسن واحسن. متبخلوش عليا باللايك، وان شاء الله نختم الحلقه مع بعض بالصلاه على محمد. والسلام.